السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم طاقة ممدوح في فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش قبل ما نبتدي في الفيديو اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد وعشان تشجعوني نعمل فيديوهات اكتر بوصفات اكتر. نقول بسم الله ونصلي على النبي في الكومنتات. النهاردة هنعمل حاجة حلوة، هنعمل كيكة دقيق الذرة او البسيسة. حلوة قوي وطرية وهشة وهتعجبكم قوي وسهلة جدا ومفيهاش يعني اختراعات ولا اي حاجة، حلوة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. يلا نبتدي في الطريقة والمكونات. هنا معايا 3 كوبايات دقيق ذرة، ومعايا كوباية دقيق ابيض عادي. هجيب بقى كده البولة بتاعتي، هنزل بال3 كوبايات الدقيق الذرة ومعايا عليهم كوباية الدقيق. بعد كده هجيب معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهحط كمان رشة ملح. هنقلبهم كده كويس جدا مع بعض، كله كده مع بعض، الدقيق الابيض مع الذرة والملح والبيكنج باودر. بعد كده هجيب بقى المواد السائلة اللي هعملها مع بعض. هنا معايا 4 بيضات هحطهم في الخلاط، والكوباية اللي بعاير بيها من اول الدقيق لحد السكر والزيت كلها نفس الكوباية عشان تبقى المقادير كده مظبوطة. هنا هحط كوبايتين سكر، كوبايتين سكر مش كتير خالص، طعمها مظبوط، سكرها مظبوط جدا، مش مسكرة اوفر. بعد كده حطيت رشة او كده ربع معلقة من الفانيليا. هنا معايا برتقانة، خدت القشر بتاعها يعني عصرتها، خدت كوباية برتقان والقشر بتاعها كمان، غسلت البرتقانة كويس وقشرتها وخدت القشر بتاعها. هنزل بيهم برضو كده. بعد كده حطيت كوباية زيت، وكمان هحط حوالي معلقة صغيرة خل. بعد كده هضربهم كويس جدا في الخلاط لحد ما السكر يدوب، وهنزل بالخليط كده على الدقيق بتاعي. بجد اصلا ريحتها حلوة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. بصوا بعد كده هقلبها بقى في الدقيق، هقلب الخليط كده كويس جدا عشان ما يبقاش فيه كتل ولا يعني تبقى نقلبه كويس. هنا بقى في صينيه حطيت فيها معلقه سمنه وسيحتها. بعد كده نزلت بقى على بالخليط بتاعي كده في الصينيه. بس كده بصوا سهله وبسيطه، مفيهاش اي شغل كتير، مفيهاش اي تعب، حلوه قوي وهتعجبكم. طعم البرتقال كده ظاهر فيها ولونها تحفه، بجد حلوه قوي. هستناكم برضو تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتات. كده بعد كده هحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 180. هي نص ساعة وطلعت. بصوا شكلها حلو ازاي، بصوا بجد جميلة جدا، وانا واثقة ان شاء الله انها تعجبكم. هو انا بس ايه قطعتها وهي سخنة علشان اوريها لكم. بصوا حلوة قوي، طرية وطعمها رهيب، جنب كوباية النسكافيه او شاي بلبن، شاي سادة، حلوة قوي هتعجبكم. هتستناكم تجربوها وتقوليلي رأيكم. كده فيديو النهاردة بوصفة النهاردة خلصوا، انتظروني فيديو جديد بوصفة جديدة. باي باي.